اللهم صل وزد وسلم وبارك على هذا رسول الله. كنت عاملة لسه مفيش اسبوعين، كنت عاملة فيديو اهداء لطلب لنفسه الرحمة. منجد شاب عنده عيلين صغيرين 4 سنين ولا حاجة، والولد حوالي سنة او سنة وكم شهر توفى. وكانت ممثلة يا اختي، ده أنا شايفاه كان بيصلي المغرب وبيصلي العشاء على اساس ان هي بتراقب صباح ومساء. وما زالت تتوالى موت الفجأة وموت الشباب، ومحدش بيتعظ، وخصوصا مين اللي ما بيتعظش؟ اللي هو الساحر الكافر الظالم اللي حاطط ايده على ورث اخوه او اخته، اللي قاطع صلة رحم، اللي بيعمل سحر، اللي بيحسد، اللي بيحقد. ربنا بيديله يقولك ده الدنيا مهزهزهاله شوية. الحقيقة مش شوية، هي شويتين تلاتة أربعة. ليه؟ لأنها سنين يا جماعة، سنين من بالنسبة مثلا للمسحور أو المحسود، سنين من العذاب والألم في جسمه. زي ما شفت قبل كده، عملت سلسلة حلقات على الحسد والنظرة بتعمل ممكن تلف عند الدكاترة، تاخدي علاج ترتاحي وتبقي كويسة، وبعدين بتتعبي تاني. فبعد ما تاخدي بالأسباب، لكن حتة المرض يجي تاني أو التعب يجي تاني، ده يا سحر أو مس أو حسد. زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال: العين فلقت الحجر بالبلدي. وفي أحاديث كتيرة للرسول عليه الصلاة والسلام. بتنشر ايه؟ بنشر شابة قمت من النوم لقيتها ماتت، الله يرحمها، عندها 25 سنة. بيقولوا ان هي لسه متجوزة، ربنا يرحمها ويرحمنا معاها. والناس مستغربة، بيقولوا احنا لسه مسلمين عليها امبارح، لسه مسلمين عليها اول امبارح. الحقيقة انا معرفهاش، هي في الشارع اللي ورانا. وزي ما بقول يا جماعة، للأسف ان الإنسان الظالم ربنا قاعد بيخلي الجنة بتاعته في الحياة الدنيا، زي مميسة، زي سعيد الشيخ، زي أم عبده ضحروك. ولكن أم عبده ضحروك ربنا قرصة كده في ابنها محبوس بقاله 5 6 شهور. ولكن يا جماعة، الجبروت والصحة والطغيان وطمع في الحياة الدنيا، وبيبقى في مرض في النفوس بالنسبة لكيد النساء زي ما بنقوله. فالغفلة موجودة وما بتتوبش. تخبط على مميسة يقعدوا تحت بالساعات، وكل ما عيالها وأحفادها يجوا من السفر تروح لأم عبده دحروج، وده بيبقى مؤشر إن هي بتجدد السحر. طيب، هنعمل ايه دلوقتي؟ هننشر ايه دلوقتي؟ هوريكم صورة اهي، صورة بشعة الحقيقة، لقوها في أحد المقابر، واللي سحر سفلي لعيلة كاملة يا عيني. ودايما في شيخ اسمه ابو مسلم، صفحة متثبتة على الفيس بتقول: خدوا بالكم من لبسكم، خدوا بالكم من اوضة النوم بتاعكم، عشان اللي حتة ادخلي فرجي اهل العريس الشقة او الهدوم، او اهل العروسة عايزين يلغوا الحتة دي خالص. ليه؟ وده فعلا حقيقي. لان بتكتشفي ان انتي بيبقى في بقى العروسه بتبقى فرحانه او مشغوله، مثلا داخله بتحضر بيبسي، عصير، جاتو، حاجه زي كده، وبيبقى الجو فيه احراج وتوتر. فبيبقى حد مستكتر عليكي السعاده، مستكتر عليكي الموده والرحمه، مستكتر عليكي الاستقرار. بيدخل ياخد اي حاجه. يعني مين اللي خد اللبس الداخلي من الصور دي اهي؟ كالعاده التاتش عند باي. مين اللي بيروح ياخد حاجة من ملابسك الداخلية، او طرحة، او حاجات داخلية، او اي حاجة من ريحتك؟ مين اللي بيبقى دهسك؟ فثق تماما اللي زي مميزة كده داخلة طالعة علينا، وجات قالت لنا من 26 سنة: يا ام امل، في واحدة غلبانة ما عندكيش هدوم ليها. فانا وامل اختي ودينا لها. حنان مرضتش، راحت راجعة قالت لا ده بيعيطوا. فماما قالت لها خلاص يا حنان اديلهم. يعني هي مثبتة اسامينا في دماغها. يبقى مين اللي بيروح يجيب لبس منك او حاجة من قطرك؟ اللي بيبقى داخل طالع عليكي. ممكن تكون سلفتك، صبيتك، حماتك، اخت جوزك. ممكن اختك دلوقتي النفوس بقت تعبانة، واحدة صاحبتك مستكترة عليكي جمالك، او
مستكترة عليكي مثلا اللي انت فيه او السعادة اللي انت فيها، ان انت مثلا قاعدة في اسكندرية، قاعدة في شقة كويسة، سلفتك. فمش انت مش هتقولي لحد ما تحسدنيش. يعني الحسد لما بيدخل الجسم ما بيستأذنش يا جماعة، الا من رحم ربي، طبعا بعد قضاء الله وقدره. الصورة بشعة جدا، لسلسلة من العيلة كاملة معمول لها حسد وسحر، مبهدلينهم، فتحوا احد المقابر لقوها ادي واحدة معمول لها عروسة بوقف الحال زي حالاتي هي، اتألم في الرجل وفي المفاصل. في معمول بقى بيبقى بطلاق، بخراب، بتشتيت، بصداع، بتعب، بسحر، بمرض، طبعا بعد قضاء الله وقدره. اما ينفذ كل ده بيتقلب ليه جحيم في الدار. الله يرحمك يا ماما، وربنا الحمد لله انا فرحان قوي ان انا سبت الحاجات دي بعد السنين دي كلها. هوريكم فيديو دلوقتي لأم ميسة واقفة بتسمع العزا بتاع الشابة اللي هي قد بنتها او حفيدتها، قد احفادها. وهي عادي عادي. ليه يا جماعة؟ زي ما قلت، الظالم الصحة موجودة، العيال موجودين، السعادة موجودين. ما دقتش بقى حد من أحفادها عمل حادثة، جالها سرطان زي ماما، حد اتطلق، حصل مشاكل، نار في الدار، حصل صداع بتلف عند الدكاترة، كل ده ما حصلش. تعالوا نشوفوا الفيديو ده مع بعض. هنا بقى هوريكم في الفيديو ايه اللي بيحصل. ام ميسة حقانية قوي. دي بالليل حقانية. هوريكم بعض الصور جامد، ان هي كانت بعت جارتنا تجيب لها. هي مش قادرة بقى وتعبانة، واخدين بالكم؟ هي قادرة بس تحسد، وقادرة تراقب، وقادرة تقف زي الغولة، وقادرة بس ان عينيها زي الرادار، واخدين بالكم انتوا؟ فهي كانت بعت جارتنا تجيب لها جرجير او حاجة، فبتقول لها خدي الجنيه. فبتقول لها يا ولية مش ضروري. قالت لها لا، انا واحدة حقانية، محبش اخد حاجة عشان ما يبقاش في رقبتي. الولية جميلة يعني. ام مميسة عندها تقوى يا جماعة، ورضا بقضاء الله وقدره، وتقوى وصلاح، وبسم الله ما شاء الله عليها. اما انتي مش قابلة على نفسك الجني بتاع الشبت ولا الجرجير ولا الكزبرة، امال هتقبلي على نفسك؟ او قبلتي على نفسك الحمل اللي انت شايلاه انت وام عبده دحروه على السحر اللعين؟ هو حاول بس اثبت لكم بعض الصور عشان انتوا عارفين التاتش عندي بايظ. بصوا يا جماعة، صورة زي دي بتلخص كل حاجة. اول حاجة ان هي
بتبقى قاعدة بالساعات، فايديها بتوجعها، ده الاصول ان هي بتوجعها يعني، فبتضطر ان هي تجيب فوطة او حاجة تحطها تحتها. تاني حاجة، في ناس يعني انا بقول لها ممكن استلف منك العباية اللي البامب المسخسخ الهادية دي عشان اعصابي تهدى شوية منك واللي بتعمليه. تقول للجيران ده الدنيا حر، ما الدنيا حر، اما انت كده مش مستحملة الحرارة بتاعت الدنيا، امال تستحملي الحرارة بتاعت الاخرة؟ انت وام عبده دحروج وسعيد الشيخ وكل ظالم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. الواحد بيتنفس بسم الله الرحمن الرحيم، يفتح البلكونة كده عايز يفتح الستارة، مش عارف منك. أعوذ بالله من غضب الله، ربنا ينتقم منك يا بعيدة، ولا بتتعظي انت ولا كل ظالم.